هاي يا بنات، النهاردة هنتكلم عن كل أنواع البلاشرز، المصري والمستورد، الرخيص والغالي. مش هنخلي بلاشرز إلا لما نتكلم عليها. الفيديو ده هيكون مرجع لأي حد عايز يشتري بلاشر. في البداية هتكلم عن براند لوراك. البراند ده غالي شوية، الميك اب ارتست بيستخدموه اكتر، بس هو ممتاز. الدرجة دي اسمها اورا. الفورمولا بتاعته او قوامه ناعم كده، ولما بتيجي بتدمجيه على البشرة بيبقى حلو قوي، لان الدرجة كمان فاتحة. الدرجة داستي بينك، اللي هو البينك الفاتح كده، شكله بيبقى حلو قوي على البشرة. انا حاطة منه هنا فوق، ناعم جدا وحلو جدا، بس هو سعره عالي شوية، وفي بدايل تانية هقول عليها. يجي بعديها البراند بتاع اماندا، عاملين درجة اسمها 144، درجة خوخي حلوة جدا. انا بستخدمه كتير جدا، عشان كده هو مبهدل ومتكسر. المشكلة ان الباكج مش حلوة بصراحة، البلاستيك بيبوظ، بس هو كبلاشر تحفة واندماجه جميل. لما بتحطي الدرجة الخوخي دي مع البرونزر بتدي شكل حلو قوي. بعديها في الباليت دي من كاركتر. الباليت دي ممتازة جدا لان فيها كل الدرجات، الفاتحة والغامقة. الغامقة دي تليق مع البنات السمراء، والفاتحة دي طبعا تليق مع البنات الفاتحة. الباليت دي تحفة للميك اب ارتست، لان انت بيبقى عندك كل الدرجات موجودة فيها. ده شكل الباليت من بره. الفكرة ان البلاشرز دي ثباتها حلوة قوي، واللون بتاعها حلو، فيها المات وفيها اللي فيه لمعة، فانت عندك رنجات مختلفة تقدري تلعبي فيها. الدرجة دي اللي هي زي بلاشر ديور، البلاشر اللي هو بيبقى كول توند او اللي على بارد، والدرجات دي بتليق مع السمر قوي. والدرجات الفاتحة دي انت ممكن تفتحي بيها بلاشر عندك اصلا. بعد كده في بلاشر من H&M، برضو حلو وناعم، ناعم جدا، ولونه حلو على البشرة وثابت. الدرجة دي اسمها امبريال ريد. الفكرة في ان H&M اسعاره غالية شوية، لازم تستني اوفر عشان تشتريه. اول حاجة البلاشر بتاع ميد باي ميتشل. ميد باي ميتشل ده براند موجود في انجلترا. البلاشرز بتاعت ميد باي ميتشل حلوة جدا. في منها بيكون الكريمي اللي هو بيستخدم كده، بتحطيه زي كده، وفي منها اللي هو باودر وبتحطيها بالفرشة عادي. الاتنين حلوين، والبيجمنت بتاعهم حلو قوي. كمان من دينيسا مايركس. دينيسا مايركس ده برضو براند الميك اب ارتست بيحبوه جدا. دينيسا مايركس عملت بلاشرز كريمية تحفة تحفة للناس اللي بشرتها دهنية. فدينيسا مايركس اصلا من البراندات اللي تحفة في اغلب المنتجات بتاعتها. براند جوسي بيوتي عامل بلاشرات حلوة جدا، والهايلايترز برضو بتاعتهم حلوة قوي. البلاشرات بتاعتهم بتدي لمعة للبشرة. جوسي بيوتي براند سوري. ده شكل الهايلايتر بتاع جوسي بيوتي، ده اللي انا حاطه منه هنا. ده بيدي لمعة كده حلوة قوي. لو هنتكلم كمان على البراندات العالمية، في هاوس لابس. البراند ده بتاع ليدي جاجا. البلاشرز بتاعتهم جميلة جدا وبيجمنتد جدا وثابتة جدا. في براند كمان موجود في أمريكا اسمه بيرت بيز، عنده درجات كتير متنوعة وثابتة وحلو قوي للبشرة. رود كوزماتكس برضو عاملين بلاشر كريمي، في العبوة بتبقى زي ستيك، برضو ده كريمي واندماجه سهل. وصاحبة البراند ده تبقى مرات جاستن بيبر، اسمها هيلي بيبر. نيكس كوزماتكس منزلين بلاشرات كتير، منها البلاشرز الجديدة اللي هي اسمها نيكس باتر، اللي هو نفس فكرة الزبدة كده. البلاشرز بتاعتها ناعمة وحلوة على البشرة. هي تعتبر باودري، بس تحسي ان هي كريمي من كتر ما هي ناعمة. طبعا رير بيوتي اللي هي صاحبتها سيلينا جوميز. رير بيوتي عاملين بلاشرز كريمي، وعاملين بلاشرز فيها هايلايتر، وعاملين بلاشرز اللي هي بتتحط كده كريمية وسائلة، ودرجاتها حلوة قوي. وكمان الدرجات الفاتحة اللي فيها اندماجها سهل، بس هي فاتحة شوية. والدرجات الغامقة اللي فيها لازم تاخدي بالك وانتي بتحطي، تكون ايدك خفيفة لانه تقيل قوي. البلاشرز بتاعت نوت كوزماتكس. نوت كوزماتكس منزلة درجات تحفة، بالذات الدرجة المشمشي اللي عندهم هكتب اسمها. بلاشرز بتاعها ناعم ناعم جدا جدا. برضو بنفيت منزلة بلاشرات جميلة جدا، نفس العلبة اللي هي الكرتون، بس الدرجات بتاعتها حلوة قوي وثباتها كويس. طبعا تورت معروفين البلاشرز بتاعتهم، واغلب الميك اب ارتست بتستخدم البلاشرز بتاعت تورت عشان هم ثباتهم حلو قوي. هدى عاملة بلاشرز برضو بتتحط بالطريقة دي كده، ليكويد يعني سائل. المشكلة بس ان هم الدرجات الفاتحة اللي فيها بتحتاجي تحطي منها كتير، لكن الدرجات الغامقة بيجمنتد وثابتة قوي وقوية قوي. فهي دي المشكلة، ان اغلب الحاجات السائلة الدرجات اللي فيها الفاتحة بتبقى فاتحة جدا وبتحتاجي تحطي منها كتير، لكن الدرجات الغامقة بتحتاجي تحطي منها قليل، لان هي بتبقى لونها قوي قوي. طبعا البلاشرز المشهورة بتاعت باتريك تا، والبلاشرز المشهورة بتاعت وان سايز، الاتنين شبه بعض في العلب، بس انا بشوف ان هما في حاجات تانية حلوة برضو باسعار اقل شوية. البلاشرز بتاعت ميلاني مشهورة جدا جدا. الدرجة اللي اسمها لومينوسو، هي عاطية على مشمشي كده وفيها لمعة، والناس كتير بتحبه بالذات الاجانب. احلى بلاشر ممكن تلاقيه اللي هو بلاشر اور جلاس، بالرغم ان هو سعره غالي، بس الميك اب ارتست بيحبوه جدا لان هو ناعم قوي على البشرة. الاور جلاس ده عامل زي فكرة البلاشر البيكت. يعني ايه مخبوز؟ يعني ايه مخبوز؟
يعني الشركه اللي بتحضره حطاه في فرن. هو الاول كان بيبقى سائل وهي حطاهم في فرن علشان تخلي البلاشر يكون ناعم. لو عايزه بديل يكون ارخص من اور جلاس، في من كيكو عندهم بلاشر بيك، وكمان جولدن روز عاملين بلاشر بيك، فلورمار عاملين بلاشر بيك، برضو مويرا منزلين بلاشرات كتير. البراند مويرا ده انا بعشقه، براند محترم واغلب المنتجات في مويرا ممتازه. تو فيست كانوا منزلين بلاشرز من فتره باودر كده، درجات منها فاتحه حلوه قوي وثباته كويس. بلاشر الف السائل اللي هو برضو بيجي يتحط كده ده حلو وثباته حلو وسعره حلو. تاور 28 عاملين بلاشرات كريمي برضو بتتحط بالايد كده، حلوه جدا، ثباتها حلو قوي، بيبقى شكلها ناعم على البشره. ماك البلاشرز الباودر بتاعتهم حلوه جدا واندماجها سهل. عندهم برضو بلاشر بيكت، بلاشر جوفيوس بليس الليكويد اللي هو بيتحط كده ده قوي جدا جدا، لونه قوي قوي وثباته ممتاز. لو انت جبتيه، لو انت ميك اب ارتست وجبتيه مش هيغزلك، لان هو ممكن يستخدم على البنات السمراء وعلى البنات الفاتحه، بتحطي حبه طبعا صغيرين. البلاشرات بتاعت لوريال انفاليبل الجديده حلوه جدا برضو وممتازه. مجموعه انفاليبل من لوريال اغلب منتجاتها حلوه. طبعا زي ما انا قلت برضو بلاشرات كيكو البيكت ممتازه، هحاول احط الدرجات اللي انا بحبها من كيكو. برضو جولدن روز زي ما انا قلت البلاشر البيكت بتاعهم ممتاز. جولدن روز ونوت كوزماتكس الاثنين بينزلوا بيكت بلاشرز حلو قوي. بلاشر اسنس البيكت لو انا لقيت صورته هحطها هنا، ممتاز وسعره حلو قوي. في براند مصري اسمه هديل ناتشرال عامل بلاشرز كريمي، البلاشر ده حلو قوي قوي، ده اللي انا حطاه على فكره. وبعدين حطيت هايلايتر اللي هو بتاع جوسي بيوتي، عملت ميكس بينهم هما الاثنين. هديل كوزماتكس البلاشرز الكريمي بتاعتها حلوه قوي قوي، بس انتي استخدميها بالايد لان هو فيه واكس او شمع، فبيحتاج حراره من الايد عشان تستخدميه، يكون ناعم كده بالايد وتدمجي بايديكي احسن. اي بلاشر كريمي بيجي بالشكل ده يفضل ان انتي تستخدميه بايدك. ليه؟ علشان الواكسز او الشموع اللي فيه تسيح بايدك وتندمج بسهوله، لما بتيجي تدمجيه بالفرشه ممكن يقطع. في براند سعودي اسمه هارت كوزماتكس، البراند ده بيعمل بلاشرز مميزه جدا ودرجاتها كتير قوي، وينفع للبنات السمراء والبنات الفاتحه، لان انا لما مسكت الباودر بتاعهم لقيته بيجمنتد ولقيته درجاته حلوه قوي. برضو براند سعودي تاني اسمه لوكا بيعمل بلاشرز كريمي كده حلو قوي ودرجاته حلوه، اندماجه سهل. في براند برضو اسمه مون جليز بيعمل درجات بلاشرز حلوه قوي، ده برضو براند سعودي. في براند مصري برضو اسمه جوريز عامل باليت فيها بلاشر وهايلايتر وتقريبا برونزر. انا لما لمست الباودر لقيت ان الباودر بيجمنتد وكل حاجه، بس لقيتها باودري قوي، يعني لقيتها بتتطاير بسرعه، فهي معناها ان هي بتتحط بسرعه على الخدود، بس هي باودري، فخدي بالك ان هي ممكن تنزل باودر من الفرشه بسرعه. دلوقتي في موضه في البلاشرز ان انت تدمجي بين اتنين بلاشر، يعني تحطي مثلا بلاشر لونه على اورنج هنا وتحطي بلاشر لونه على بينك هنا. انا كنت عامله الحركه دي في الميك اب اللي انا حاطاه النهارده. وكمان تحطي هايلايتر يكون لونه بينك في الجزء ده الموضه دلوقتي. اي حاجه من اللي انا ذكرتها في الفيديو ده لو تحبي تشوفيها وتحبي تشوفي سواتش ليها او انا اجربها على الخدود، اكتبي لي في التعليقات وهطلع اجربهولك بنفسي. لو عجبك الفيديو اشتركي في القناه، بلاش تتابعيني في صمت. بس كده، شكرا ليكم، باي باي.